السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم رايحين نديروا حلوى جافه اقتصاديه وراقيه في المظهر تاعها. من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها وبابسط المكونات وتقطع لنا كميه مليحه. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. مباشره راح نروحوا لمقادير وصفتنا لنهار اليوم. عندنا 250 غرام من المارغرين تكون طاريه بدرجه حراره المطبخ، مع مبشور الليمون. هنا تقدروا ديروا مبشور الليمون، تقدروا ديروا عطر الفانيلا. عندنا من 550 غرام الى 600 غرام من الفرينه او الطحين الابيض. عندنا كاس من السكر الناعم. تقدروا تنقصوا كميه السكر كما تحبوا، ولكن على الاكثر ديروا كاس سكر الناعم. عندنا ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، 3 ملاعق كبيرة من نواة كوكو جوز الهند، نصف كأس من الزيت، وبيضة وصفار بيضة. كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. رايحين نجيبوا المارغرين مع مبشور الليمون. هنا كما قلت لكم مبشور الليمون اختياري. رايحين نضيفوا بيضة وصفار بيضة. هنا الصفار يطري العجين، يعني في بلاصه ما ديروا المايزينا ولا تكثروا خميره الحلويات ديروا الصفار. اذا حبيتوا الكاطو تاعكم يجيكم هشيش ديروا الصفار. ونضيفوا كميه السكر الناعم. السكر لازمتنا نغربلوه. الفرينه تاعنا كذلك لازم تكون منخوله ومغربله على الاقل 3 مرات، يعني تحاولوا الفرينه تاعكم تغربلوها بزاف. كميه الفرينه راح تختلف على حسب نوعيه الفرينه اللي استعملتوها. كاينه الفرينه الخفيفه وكاينه الثقيله، كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. نفتحوا كل حبيبات السكر هذه اللي فيه تاع الهواء. راح نخلطوا الخليط هذا كله بالباتور. اللي عنده الباتور يستعمل الباتور، اللي ما عندوش يستعمل الفوي، واللي عنده البيتخان يستعمل البيتخان تاعو. يعني هنايا كل واحد وش عنده. نبقاو نخلطوا الخليط تاعنا حتى نتحصلوا على قوام كريمي. راح نضيفوا كمية الزيت. كي نضيفوا كمية الزيت لازم نخلطه مليح الخليط، نعطيه له حقه في المزج، لانه لازم الزيت تدخل مليح مع الخليط باش من بعد في الاخير ما تخرج لناش من العجين. عفوا. بعد ما خلطنا الزيت مليح مع المارغرين والسكر والمواد الاولى، رايحين نضيفوا 3 ملاعق كبيره من جوز الهند. هنا دائما الاطراف تاعكم تحاولوا تهبطوهم وتكملوا وتخلطوا باش المارغرين اللي تطير على الاطراف واللي تلصق في الاطراف تعاود تطلع. بعد ما خلطنا مليح هذا الخليط رايحين نضيفوا 3 ملاعق كبيرة من نواة كوكو ولا جوز الهند. كما راكم تشوفوا هنا ما حمصتوش، درتو مباشرة، واذا حبيتوا تحمصوه كما تحبيتوا. هنا هذا هو الخليط تاعنا. هنا اذا حبيتوا ما حبيتوش ذوق جوز الهند تقدروا تستغنوا عليه داخل العجين. شوفوا القوام تاعنا قوام كريمي. ورايحين نبداو نلموا الخليط تاعنا بالفرينه تدريجيا. يعني هنا الفرينه قلت لكم من 550 حتى ل 600 غرام على حسب نوعيه الفرينه اللي استعملتوها. ربع ملعقه فقط من خميره الحلويات، يعني بالميزان ديروا 2 غرامات. وتلموا العجينه تاعكم. يعني هنا راهي مقادير مضبوطه ان شاء الله. شوفوا الفرينه تاعكم، الفرينه استعملتها كلها. انا هنا بالنسبه ليا استعملت 600 غرام، ولكن كاين نوعيات اخرى تستعملوا 550. هنا شوفوا العجينه تاعكم تبقى طريه، وشوفوا ما تلصقش في يدينا، وطريه في نفس الوقت. ما تبلكمش راهي ماهيش شاده روحها، راهي طريه فقط. هذا هو قوام العجين المطلوب. راح نديروها في كيس بلاستيكي غذائي، وهنا تخليوها ترتاح المدة اللي تقدروا تخليوها. يعني على الأقل خليوها 10 دقائق ربع ساعة على الأقل. كل ما خليتوا العجينة تاعكم تريح كل ما كان أحسن للعجين. لموا العجينة كلها كتلة واحدة ونديروها في كيس بلاستيكي.
هنا كما قلت لكم راح نخليو العجينه تاعنا ترتاح. بالنسبه لي هنا خليتها انا ربع ساعه فقط. نتوما كما قلت لكم تقدروا تخليوها على ربع ساعه على الاقل. هنا عندي كميه من جوز الهند ولا نواة كوكو مع الماء، مانيش حنستعمل بياض البيض. هنا عندنا جوز الهند والماء. هنا كنت بديت في في التشكيل باش نعرف شحال يرفد المول تاعي. هنا استعملت السيليكون، كل واحد يستعمل المول اللي عنده اللي فيه المهم فيه ثقب في المول تاعكم. هنا راح نمسح القالب تاعي بالزيت باش ما تلصقليش الحبه، ونديروا كميه قليله فقط. هنا حنوزن العجينه تاعي 39 غرام. هنا اذا استعملتوا هذا تاع التاج يرفد 39 غرام. الكبير والصغير تاعو يرفد قل. يعني هنا اذا عندكم الصغير الصغير راح يخرج لكم كميه كبيره، لكن هذا راح يقطع لكم حوالي 35 حبه. هنا نديروا العجينه 39 غرام، ندخلوها في الماء ومن بعد نرمدوها في نواة كوكو. مباشره راح نحطوها في قالب السيليكون. ندخلوا الاصبع تاعنا في الثقب اللي يكون من الاسفل ونزيروا العجين هكا باش تاخذ لنا الشكل المول تاعنا. هكذا حتى نكملوا كل الكميه اللي عندنا. هنا تقدروا تستعملوا هذا. اذا استعملتوا هذا القالب اللي في المنتصف يرفد 23 غرام، يعني يخرج لكم كميه اكثر، يخرج لكم حتى 60 حبه كي تستعملوا هذاك. هنا هكذا وراح نقلبوها على الشكل اللي على الأسفل. الفرن تاعنا يكون مسخن مسبقا درجة الحرارة 170 درجة. رايحين نخليوه يطيب حوالي ربع ساعة ورايحين نخرجوه. هنا نتأكدوا انه الحبات تاعنا كلها مستوية، ورايحين ندخلوه للفرن درجة الحرارة 170 درجة ونخليوه ربع ساعة، او من بعد رايحين نخرجوه. هنا بعد ما فات عليه ربع ساعة القاطو تاعنا مازال ما طاب، رايحين نحيولو قالب سيليكون. كان نخليوه يطيب يكمل يطيب في قالب السيليكون راح الجاتو تاعنا يجينا يابس. يعني ساعات تطيبوا الجاتو في قوالب السيليكون يجيكم يابس لانه من السيليكون. هنا من الاحسن انه تطيبوه يشد لا فورم يشد الشكل، ومن بعد نحيو قالب السيليكون. هنا قالب السيليكون تاعي راهو سخون، نحيوه هكذا كان شد الشكل، ونعاودوا نرجعوه للفرن يكمل يطيب. شوفوا بعد ما طاب كيفاش راح يجي من اروع ما يكون. راح يدي تحميره خفيفه فقط. كما قلت لكم درجه الحراره 170 درجه فقط، ما ديروش قل وما ديروش اكثر بزاف باش ما يتحرقش. هنا الحشو ولا تقدروا تعمروه بالشي اللي عندكم. انا هنا درت هذه بالكراميل والاخرى كنت درتها بالمعجون، ولكم الاختيار هنا كما حبيتوا. اللي عنده المعجون يدير اي معجون كان متوفر عندكم. بما انه وصفات عيد الاضحى المبارك يعني وصفات خفيفه، نديروا حوايج يعني من الحلويات خفيفه في نفس الوقت وتقطع لنا كميه مليحه واقتصاديه. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنا اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. نتلاقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.